السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله بأحسن حال. النهاردة هنعمل سوا شهادة التقدير اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. والشرح عايز اقول لك سهل جدا ولذيذ قوي، يعني لو انت حتى ما عندكش خبرة طبق ورايا امشي واحدة واحدة هتعمل زيه واحسن منه كمان. ودي الملحقات اللي احنا هنستخدمها في حلقة النهاردة. وهدية مني ليك يا صديقي، هتلاقي اكتر من مخطوطة لشهادة التقدير غير اللي احنا استخدمناها عشان لو حابب تنوع. وكمان هتلاقي عندك الجولد جريدينت، شويه جريدينت جولد فعلا جامدين جدا ومميزين، والخطوط اللي احنا استخدمناها. وبعد ما نخلص الشهاده انا كمان بعت لك مع الملفات موك اب لشكل شهاده، والموك اب ده بريميوم، وكان حد طلبه مني فانا قلت اما انزله مع الملفات للكل. فطبعا بعد ما نخلص الشهاده هنتعلم ازاي نحطها جوه الموك اب ونشوف مع بعض الشكل النهائي. كل الملفات ديت هتلاقيها في قناه التليجرام، والتطبيق العملي تقدر تبعته في جروب التليجرام. يلا انا مش هكتر عليكم، انا محمد جادو ودي قناه جادو جرافيك. خلينا نخش في الشرح على طول. اول حاجه يا شباب هنيجي هنا من الفوتوشوب ونعمل نيو، ونيجي عند برنت ونختار مقاس الاي 4 ونخليه بالعرض، ونخلي الالوان سي ام واي كي عشان دي الوان طباعه، ونعمل كرييت. هنيجي بعد كده ندوس كنترول ار عشان نظهر المسطره اللي عندنا ديت، ونتاكد ان احنا مختارين سنتيمتر. بعد كده هنيجي من فيو جايد نيو جايد لاي اوت، ونتاكد ان احنا عاملين هنا 1 سنتي من جميع الجهات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنقوم بانشاء الباك جراوند للتصميم بتاعنا. لو انت جيت كده واخترت اللون الاسود فهتلاحظ ان الاسود كويس، بس انا مش عايز الدرجات دي. انا عايز في كل خانة تكون 100، يعني في السيان 100، في الماجنتا 100، في اليلو 100، في البلاك 100، عشان خاطر يطلع لي اسود غامق جدا. بعد الطباعة بيكون ممتاز. اول حاجة هنجيب معانا الشيب دوت، هنسحبه ونحطه جوه الفوتوشوب بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هنيجي من أداة السليكشن ونعمل كده ونركز قوي 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 على القيمة اللي انا هحطها هنا دي. انا عايز عند 12 سنتي و80 ان انا احط رول عندي، اسحب رول من هنا كده واحطها بالشكل ده. دي ايه لازمتها؟ هقول لك دلوقتي. شايف الشيب اللي احنا عملناه ده؟ هندوس عليه كنترول جي عشان نعمل منه نسخة كمان، واحنا دايسين شيفت نسحبه لحد هنا كده. تمام. عشان يبقى معايا التقسيم بتاعت الشهادة مظبوطة صح زي ما انا صممتها. بعد كده هنيجي للنقوش الفرعونية ديت ونسحبها عندنا في الفوتوشوب بالشكل ده، نصغرها شوية، يعني اعتقد كده مناسب، وننزلها تحت الشبين اللي هم عندنا دولت بالشكل ده، وندوس كنترول جي عشان نعمل منها نسخة كمان، والنسخة كمان ديت نخليها تحتيها بالشكل ده، ونحددهم الاتنين وندوس كنترول اي. بعد كده نديها ماسك، ونيجي نديها جريدينت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. واحنا واقفين عليها هنعمل الاوبست بتاعها فليكن 70 درجة. بعد كده هنفتح الشيب اللي هو عندنا بتاع عم توت عنخ امون ونسحبه للديزاين بتاعنا. هنكبر السايز بتاعه شوية بالشكل ده، نرفعه فوق خالص ونخليه مثلا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن نصغره شوية كمان، خليه كده، نط شوية، حاجة بسيطة يعني ما تكترش. بس كده ممتاز قوي. بعد كده هنيجي بفونت كالسيو اللي انا برضو هتلاقيني رفعه لك مع الملفات، ونكتب كلمة history يعني تاريخ بالشكل ده. نكبرها شوية ونخليها ورا الشيب بتاعنا، ونحاول نصغرها شوية عشان تبقى السايز بتاعها مناسب في الديزاين بتاعنا، يعني حاجة بالشكل ده زي الفل قوي. ممكن ده نحاول نحوله كده شوية، بس كده تمام زي الفل يا جدعان. هنيجي بعد كده للبيبر اللي هو البيبر تون ديت، ونخليها هنا بالشكل ده، واحنا واقفين عليها ندوس كنترول جي عشان نعمل منها نسخة كمان. بعد كده كنترول تي عشان نتحكم في السايز، ونلفها واحنا دايسين على شيفت، ونصغرها شوية. بعد كده بعد ما صغرناها نحطها هنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنيجي للشيب بتاعنا بتاع عمك توت عنخ امون ده، واحنا واقفين فوقيه نعمل ليفل وندخلها جوه اللاير بتاعنا، ونزود الشادو على قد ما نقدر، يعني كده مناسب. بعد كده هنيجي من اداه الجريدينت برضو واحنا واقفين على الماسك، ونعمل كده بالشكل ده، بس لا اكتر ولا اقل. بعد كده هنجيب اللي هو الشكل المثلث الذهبي ده، نسحبه للديزاين بتاعنا، ونحطه مثلا بالشكل كده، نصغره شويه كده مثلا.
اعتقد كده مناسب. ندوس كنترول جي عشان نعمل منه نسخة كمان بالشكل ده يا شباب، زي ما انت شايف يا حبيب قلبي. طيب، هنيجي دلوقتي للمخطوطة بتاعت كلمة شهادة التقدير اللي احنا استخدمناها. هتلاقيها اهي، دوس اوكي اوبن. اول ما هتفتح هتيجي معاك بالشكل ده من اداة السليكشن، وهنحدد الجزء اللي تحت ده. بعد كده ندوس ديليت. بعد كده كنترول دي عشان الغي السليكشن، واجي وانا واقف عليها واعمل لها كونفرت تو سمارت اوبجكت، وبعد كده انقلها للديزاين بتاعنا. طبعا مش هتبان عشان خاطر هي لونها اسود ولون الباك جراوند اسود، بس عادي ما يهمكش. المهم، هنيجي بعد كده يا شباب للجولد جريدينت ديت وندوس عليها دبل كليك، وهو تلقائي هيفتح لنا على الفوتوشوب. طبعا مش هتلاحظ ان في اي تغيير، عادي ولا يهمك. هتيجي على اللاير بتاعتنا، دوس عليها دبل كليك، بعد كده جريدينت اوفرلاي، ومن هنا انزل انزل انزل، هتلاقي اهي البريسيت اللي انا بعتها لك. طبعا تقدر تغير وتنوع، عندك شويه جولد جريدينت جامدين جدا جدا جدا. نوع يا حبيب قلبي، واللي تحسها مناسبه معاك في التصميم استخدمها. انا ملاحظ ان ديت عجباني على المستوى الشخصي، فدي اللي انا هستخدمها. ممكن اكبرها شويه، حاجه بسيطه بالشكل ده، بس كده زي الفل قوي. بعد كده هكتب اسم المدرس، فلنتخيل مع بعض ان اسم المدرس محمد جاد. مفيش عندنا مدرس غيره الحقيقه لحد دلوقتي. فهنيجي كده بعد ما كتبنا الاسم، هنيجي من أداة الفونت ونختار فونت ألاك دمشق. الفونت برضه هتلاقيني رافعهولك مع ملف الملحقات، فعادي يعني. حلو كده، كبره مثلا بالحجم ده، أنا شايف إن كده مناسب زي الفل. هندوس عليه دبل كليك، ونختار برضه أداة الجريدينت عشان نخليه بالجريدينت الجولد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنيجي للشيب بتاعتنا اللي هي البردية اللي هيكتب عليها اسم الطالب. انا مرضتش ان انا اعمل تقطيع ورق شكلها تقليدي وعادي، لا انا حبيت ان هي تكون دالة على التاريخ، وفي نفس الوقت بالذات التاريخ الفرعوني. هيجي حد يسالني هو اشمعنى الديزاين كله واخد يعني الستايل الفرعوني اكتر من الشيب دوت والشيب وعمك توت عنخ امون. عشان خاطر انا اتخيل برضو ان احنا اول حاجه لازم ننوع في الشغل بتاعنا. تاني حاجه ان ممكن يكون لثانوي، بالاخص اولى ثانوي تدرس التاريخ الفرعوني، فعادي نوع برضو واستخدمه. طيب، هنيجي بعد كده للفونت اللي احنا بنستخدمه دايما وهو كفام، ونكتب يتشرف الأستاذ، نخليها باللون الأبيض ونديها فونت كفام. دلوقتي هنحاول نصغرها بس شوية ونخليها عندنا في الجزء ده. أنا شايف إن هي كده زي الفل. طب يتشرف الأستاذ مثلا أيا يكن اسمه، تشرف بإيه؟ بمنح هذه الشهادة إلى الطالب. بعد كده عندنا سلاش الطالب أو الطالبة. طب هكتب الطالبة؟ لا، أنت عادي ممكن تعمل شيفت جي اللي هي كشيدة، وبعد كده التي المربوطة، فتبقى بمنح هذه الشهادة إلى الطالب أو الطالبة. صح كده؟ صح كده زي الفل. طب ماشي، شرف الأستاذ بمنح هذه الشهادة للطالب أو الطالبة، اسم الطالب أو الطالبة ماشي، أنا عرفت إن هو يتكتب في الحتة ديت بإيه بقى؟ ده عشان خاطر إيه؟ وذلك نظير التفوق وحسن السلوك والأداء المتميز في المادة. أنا ما حددتش على فكرة الجملة ديت، يعني أنا استخدمتها كتير جدا في شهادات، أو التفوق وحسن السلوك والأداء المتميز في المادة. لو الأستاذ بعت لك كلام معين تكتبه بيكتبه، ما قالكش وقال لك اتعامل بدماغك، يبقى ديك اتعاملت بدماغك. حلو الكلام، حلو الكلام. دلوقتي أنا شايف إن مثلا تحت كلمة شهادة التقدير دي ممكن أضيف اي كلام انجليش بس عشان خاطر يدي شكل جمالي، فانا هضيفه سريعا وهرجع لك. دلوقتي احنا ضفنا الكلام اللي بالانجليش تحت كلمة شهادة التقدير، تمام. هنيجي مثلا للكلمة ديت، ممكن نحاول نغير لونها للون ده اللي استخدمناه هنا. بالمناسبة دي درجات اللون اللي مستخدم في كلمة history، عشان لو عايز تعمل نفس اللون بالظبط. حلو الكلام، حلو الكلام. هنيجي بعد كده للنقوش الفرعونية اللي احنا استخدمناها من شوية، هنستخدمها تاني ولكن في الباك جراوند من ورا. ممكن نحاول نصغرها شوية بالشكل ده، وندوس كنترول شيفت جيم عشان ننزلها تحت. حلو.
حلو. نيجي نديها جريدينت برضو بالشكل ده كده، ونقلل الاوبستي اكتر من المره الاولى، يعني مثلا حاجه زي كده مناسبه جدا معايا. ما تبقاش الا غير حاجات بسيطه. ممكن اكرر الكلام الانجليش ده تحت كلمه وذلك نظير التفوق وحسن السلوك والاداء المتميز في الماده، وهاجي هنا واكتب التاريخ بالشكل ده، كبرها شويه. التاريخ دوت اللي هو التاريخ اللي حصل عليه الطالب على الشهاده، ودي بتبقى مهمه جدا للطالب وللمدرس. واكتب جنبيها التوقيع، توقيع اللي هو توقيع المدرس ذات نفسه على الشهادة. حلو كده، حلو زي الفل قوي. يبقى احنا دلوقتي عملنا شهادة التقدير اللي انت شايفها قدامك دي، ما خدتش مننا وقت، يعني تقريبا ما كملتش حتى اقدر اقول 10 دقايق. وعشان برضو اكون صريح معاك، هي محتاجة شوية تظبيطات خفيفة، عادي ممكن تضيفها او ما نضيفهاش. هنيجي هنا عند الشيب دوت، ندوس عليه دبل كليك، وهنعمل له دروب شادو. هنخليها 90 0 0 70 مناسب، الاوبستي 50 ملتبلاي زي الفل قوي. هنيجي بعد كده للكلمة هيستوري اللي عندنا ديت، ونعمل لها برضو جريدينت بالشكل ده، بس نحاول ننزل دي ايوه كده شوية. تمام. وبعد كده وانا واقف على كلمة هيستوري اصلا، هاجي هنا واعمل لاير باللون الابيض. اسف انا عملتها في حتة غلط، هعمل لاير جديدة. وبعد كده هاجي من البرش وادي اضاءة بالشكل ده، واعمل الت وانا واقف عليها عشان تخش جوه اللاير عندنا بالشكل ده، واديها اوفرلاي عشان تبقى زي اضاءة كده خفيفة عندنا في كلمة هيستوري، تدي شكل برضو جمالي احسن يعني. وممكن نيجي على ديت نخلي الاوبست بتاعها 50 مناسب، يعني يقل الاوبست شوية. حلو حلو. هنيجي شايف اللاير اللي احنا عملناها اللي هي دي، هنيجي فوقيها ونعمل لاير كمان، واللاير دي برضو هتكون للإضاءة، ولكن نخلي الإضاءة المرة دي باللون البرتقاني ده. بس 1 2 بالشكل ده. بعد كده نعملها اوفرلاي ونحركها، ننقلها عندنا هنا ونحاول نصغرها شوية بالشكل ده كده، مناسبة قوي. كده نقدر نقول ان الشهادة بتاعتنا خلصت بنسبة 100%. طبعا انت محتاج تنوع حاجة، تضيف حاجة من عندك، اتعامل. ودلوقتي جه وقت ان احنا نحطها في شكل موك اب. اول حاجة انا عايز اجمع اللاير دي كلها في شكل واحد، فانا واقف على اول لاير فوق، ادوس الت شيفت كنترول اي بالشكل ده عشان احدد كل لاير مع بعض في صورة. بعد كده افتح الموك اب اللي احنا حملناه سوا اللي هو ده. حلو. اول ما تفتحه شايف الحته ديت بتاعت اديت هير، هتدوس عليها هيفتح لك معاك كده. هنيجي للشهاده اللي احنا عملناها نسحبها جوه الديزاين بتاعنا بالشكل ده. بعد كده ندوس ديت وندوس يس. نيجي نبص على الشهاده، هنلاقي احلى شهاده تقدير اتحطت جوه الموك اب. وزي ما انت شايف كده، الحلقه ما خدتش مننا وقت، والشكل النهائي جميل جدا. ويا ريت بقى يا معلم تبعته لنا بقى على جروب التليجرام عشان نشوف مين احسن واحد هيطبق ورايا ومين احسن واحد هيحط التاتشايه بتاعته. فاتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم في حلقه جايه. واهم حاجه قدر المجهود واعمل لايك مظبوط، واشوفك في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.